بسم الله بديت وعلى النبي صليت وسمعوا يا حبابي لهاد الحديث. وكان يا ما كان حتى كان الطاق والطرطلاق والكبش المشوي على الأوراق، ناكلو أنا وهذا وداك وكل مشتاق. كانت يا سيدي واحد المرا كتفتن بالزين تختارها بين جميع العيالات، كانوا عندها 7 البنات. ايوا وراجلها مسكين مات وخلى ليها اليتامى، كانوا يغزلوا الصوف ويبيعوه في سوق المدينة، وداكشي اللي ربحوا منه كيصرفوه على دارهم وعلى الميمة. بالحق ماشي ديما، مساكن كل نهار ورزقه. امهم يا سيادي كانت سميتها صفية، كانت كل نوبة كتمشي حدا قصر السلطان وتجلس تماك على الله وعاسى يحنوا فيها الناس، واخا غير ريال توكل به اليتيمات. ايوا يا سيدي في واحد اليوم من الايام قرر السلطان باش يبني اكبر مسجد، وشرط على ناس المدينة باش حتى واحد ما يتبرع ولا يعاونه، حيت الحاصل أبغى يبنيه من حر ماله. وداكشي اللي كان، أرسل السلطان البراح يبرح في البلاد، وخرج البراح يبرح في المدينة ويقول: يا ناس المدينة، سيدنا السلطان غادي يبني مسجد كبير في سبيل الله، وكيحضركم باللي ما يبغي حتى شي واحد يعاونو فيه ولو بريال واحد. سيدنا السلطان باغي يتقرب الله ويترفع مقامه عنده بهذا المسجد. الناس المدينة ساقوا الخبر وقالوا إذا كان السلطان هذا أمره، الله يتقبل عمله. أيوا يا السامعين، صفية حتى هي ساقت خبر الجامع، جلسات مع نفسها تفكر وتخمم، قالت سبحان الله، واحد ما لقاش باش يعيش وواحد كيبني ويعلي. وباتت صفية ليلة كاملة كتبكي، تبكي وتفكر لبنياتها اللي وصلوا لسن الزواج، وحتى واحد ما دق الباب ولا يد وحدة فيهم طلبها. وقالت مع راسها العالم الله شنو غادي يوقع لبنياتي من بعد موتي، وطلبت الله يلطف بهم وبيها. ايوا يا سيدي، هذا ما كان من امرها، اما ما كان من امر السلطان. من بعد ما رسل البراح يبرح في المدينة، أدى الوزير وخدامه باش يختار الأرض اللي يبني عليها، والنهار كامل وهما يتخيروا في الأرض المناسبة، حتى وصلوا لواحد الجنان تقول غير جنة، جنة فوق الأرض راسية. سول السلطان وزيرو وقال له شكون من هاد الجنان. قال له الوزير غادي نرسل واحد في الحال من الخدام هو اللي غيجيب لي الخبر. وداكشي اللي كان يا سادة يا كرام، مشى الخدام يبحث على مولاها، ومن بعد مدة من الزمان رجع ومعاه شيخ كبير. قال له السلطان: انت هو مول الجنان؟ قال له: ياه سيدي السلطان، انا هو. قال له السلطان: بغيتك تبيع لي هاد الارض. قال له الراجل: سيدي هاد الارض ما هي للبيع ولا للشراء، حيت ورثتها من بويا وجدي وفيها رزق ولادي. قال له السلطان: غادي نعطيك حقها ونزيدك عليها. رفض الراجل وجاوبه: سيدي السلطان، هاد الأرض تعبوا عليها بويا وجدودي، وأنا بدوري تعبت عليها باش رجعتها جنان كيف ما كتشوف فيها دابا. وزيادة على هاد الأمر راني عايش منها أنا ومراتي ووليداتي، وحنا الحمد لله ما محتاجين مال. إيوا يسمح لي يا السي السلطان. أيوا يا سادة يا كرام، السلطان ملي سمع هاد الكلام غضب وقال: كيفاش تعصى الأوامر ديالي؟ واش كاين شي واحد كيعصى أمر السلطان؟ قال له الراجل: كنعتذر مولاي إلا غضبتك، ولكن هذه هي الحقيقة. رد عليه السلطان وقال له: شوف سيدي، ما غاديش ندي ونجيب معك في الكلام، والأرض اللي عليها الكلام أراني غادي نملكها بأي طريقة. وداكشي اللي كان، أمر السلطان واحد من الخدام باش يعطي للراجل كيس من الذهب. أما الراجل مسكين ما بيديه حيلة، شد الذهب من الخادم وسمح في أرضه ورجع لدارو ولله سلم أمره. ايوا في النهار الثاني أمر السلطان الخدم باش يمشيو للجنان ويقطعوا منه جميع الشجار ويوجدوا الطوب والحجر باش يبنيو المسجد.
وداكشي اللي كان بنى السلطان الجامع وجهزو على أكمل وجه، وهكذا صبحوا ناس المدينة كاملين يصليو فيه. ايوا يا سيادي، في ليلة من الليالي السلطان كان ناعس حتى كيشوف في منامو واحد الخيال لابس الابيض كيمسح اسم السلطان من المسجد وكيكتب عوضو اسم واحد المرأة. ناض السلطان من منامو مخلوع وآمر باش يحضروا ليه الوزير، وداكشي اللي كان. منين حضر الوزير خبروا السلطان باللي شاف واحد المنام، طلب منه الوزير باش يحكي له منامو. قال له السلطان شفت خيال ابيض كيمسح اسمي من الجامع وكيكتب اسم واحد المرأة. قال له الوزير ما نكذب عليك سيدي، ما نعرف نفسر منامات، ولكن كيظهر ليا بلي هادشي غير وسواس من الشيطان ماشي منام. غير طمن مولاي ونعس هاني ومرتاح البال. والليلة الثانية يا سيدي كان نفس الشيء، شاف السلطان نفس المنامة، والليلة الثالثة والرابعة حتى هما هكذاك. السلطان في أمره حار وقال لا بد لهذا الأمر من تفسير. ورسل الخدام وقال لهم بغيتكم تبحثوا لي في المدينة كاملة على مولات هذا الاسم. ومشاو الخدام وبحثوا في المدينة كاملة على مولاتها، وداكشي اللي كان لقاوها، وما غادا تكون غير المرأة الهجالة اللي عندها بنياتها. دخلت المرأة للقصر وهي خايفة. قال لها السلطان شنو قصتك يا هاد المرأة وشكون تكوني؟ قالت له يا مولاي أنا غير مرأة دها الزمان والناس كاملين كيعرفوني، ما عندي لا تالي ولا والي. مات لي راجلي وخلى لي 7 البنات، من غزيل الصوف منو عايشين، مرة نشبعوا ومرة جيعانين. تعجب السلطان وقال لها وراجلك المرحوم أشنو كان عمله؟ قالت له كان حمالة سيدي، كان على قد حاله. قال لها السلطان يوا وانتي كنتي مرة كتصدقي على الناس؟ قالت له يا مولاي أنا محتاجة صداقة، منين جاني باش نصدق على الناس؟ قال لها السلطان ايوا غتكوني سمعتي بالمسجد اللي بنيتو من حرم عليه. قالت له يا سيدي وشكون اللي ما سمعش به؟ قال لها وشفتيه؟ قالت ليه يا سيدي شفته. قال لها وكيفاش شفتيه وهو مبني في مكان بعيد؟ قالت ليه سيدي كل نهار كنت كنخرج نقلب على رزيق لبنياتي وانا في طريقي شفته. قال لها ومنين شفتيها شنو درتي؟ قالت ليه ما درت والو سيدي. ايوا يا الحباب السلطان لح على المرأة باش تعترف ليه، وهي تتكلم وتقول ليه واحد النهار سيدي كنت دايزة من تما وانا نلقى الحمار اللي كتهزو عليه الحجر اللي كتبنيو به مربوط في شجرة وسخفان بالعطش. عمرت ليه واحد القلة بالماء وشربتها ليه، وهذا ما كان يا مولاي السلطان. وهنا اتعجب السلطان وقال لها هذا أسبوع وأنا كنشوف في منامة غريبة، كنشوف اسمي كيتمسح من المسجد وكيتكتب اسمك. أنا بنيت مسجد على قدو وبه ما قدرت نتمتع لا برضا الله ولا بقربه، وانت غير سقيتي البهيمة وكانت لك هاد المكان الزينة. استغفر السلطان مولاه وآمر الخدام باش يمنحوا المرأة 10 درزيمات من الذهب هكذا باش تعيش بهم هي وبنياتها. وقرر السلطان يصلح نفسه ويتوب الله. ايوا يا سيدي، في يوم من الايام السلطان كان جالس كيف العادة وهو يدخل عليه الوزير ولقى عليه السلام. سولو السلطان على طلبه، قال له يا مولاي أنا جيت على ودك هكذا باش نونس وحدتك، وش حال قدني نخلي مراتي وولادي ونجي نتفقد أحوالك؟ داكشي علاش مولاي جيت نقترح عليك باش تشوف شي بنت الناس ودير حتى انت وليدات وهكا نبقى مطمن عليك. قال له ولكن يا وزيري راني كبرت في السن وما نجي فين ندير وليداتي حتى يكون قراب أجلي ومماتي. قال له الوزير سمعت سيدي بلي كاينه واحد العشب
كتخلي الإنسان يرجع شاب وما كيكبرش في العمر. بالحق ما نعرف سيدي لا مكانها ولا اسمها، أنا سيدي غير سمعت بها. قال له السلطان: إيوا وشنو كتسنى؟ وجد راسك وسير بحث عليها وجيبها ليا واخا تكون في آخر الدنيا. قال له: السمع والطاعة يا مولاي. وداكشي اللي كان. وجد الوزير زادو وركب عودو ومشى يقلب على العشبة. سافر من بلاد البلاد حتى وصل لبلاد بعيدة، بدا يسول في ناسها حتى نعتو ليه جوج رجال كيملكوها، وهذا الرجال كيسكنوا في راس الجبل. وداكشي اللي كان يا سادة الكرام. طلع الوزير بلا عجز للجبل وبقى مدة 3 أيام وهو طالع حتى وصل في النهار الأخر. لقى دار مبنية بالقرمود وشيخ كبير جالس حدا بابها. تكلم الوزير مع الشيخ الكبير وقال له: أنا طالب ضيف الله. وقبل ما ينطق الشيخ ولو بكلمة سمع صوت مراته كتنطق من وسط الدار: ما عندنا مكان للضياف. الشيخ حشم من الوزير وقال له: اسمح لينا سيدي، ما عندناش مكان فين تبات. ايوا هو يسمع الوزير مرات الشيخ كتكلم معاه وقالت له: وعلاش كطلب منه السماح؟ الوزير تعجب من مرات الشيخ ومن لسانها اللي من صواب مشحاح، وقال كيفاش عايش مع هاد المرأة ومستحملها. كمل طريقه وهو يلقى دار دايرة بها الشجر والنوار، واقف حداها ولد شاب باين عليه الخير والخمير. قال له الوزير: أنا طالب ضيف الله سيدي. قال له: مرحبا بضيف الله، الدار دارك. تكلم مع مراته وقال لها: وجدي راسك راه عندنا ضيف بيت معنا الليلة حتى الصباح. قالت له: مرحبا بضيف الله، وقت ما حضر يحضر معاه الرزق والربح. ايوا يا سادة الكرام، دوز الوزير الليلة الأولى عند هاد الشاب، ولا غدت ليه مع الصباح سولو قال: اشنو غرضك سيدي من هاد المكان الخالي؟ خليتي الوطا وجيتي للجبل العالي؟ جاوب الوزير وقال له: السبب اللي خلاني نجي لهاد راس الجبل هو اللي خلاك في هاد الصحة والشباب. بالحق الراجل الأول اللي دقيت بابه كان راجل كبير وضعيف. أضحك الشاب وقال الوزير: هذاك راه خويا الصغير وانا فايتو بشل عوام. أتعجب الوزير وقال له: هذاك خوك الصغير، وشنو هو سر صحتك وشبابك؟ غير قل لي عليه واللي طلبته نجازيه بك. هذاك خوك الصغير، وشنو هو سر صحتك وشبابك؟ غير قل لي عليه واللي طلبته نجازيك به. قال له الشاب: يلا نتغداو بعدا ومن ورا الغدا نقول لك السر. وداكشي اللي كان. مرات الشاب يا سيادي وجدات غدا يليق بالضياف وحطاتو تحت شجرة كبيرة قريبة من الواد. جلسوا الشاب والوزير يتغداو، ومن بعد ما سالاو قال الشاب لمراتو: نزلي للواد يا هاد المرأة، آتينا من خيراتو وجيبي لينا في يدك شي دلاحة. وغير سمعت المرأة كلام راجلها طاعته وقالت له السمع والطاعة، ونزلت للواد وحضرت له دلاحة. شد يا سيدي الراجل الدلاحة وقسمها على 2 وهو يلقاها ما طرياش. آمر مراته المرة الثانية وقال لها: سيري اختاري واحدة أخرى من غيرها. قالت له مراته على الراس والعين، ونزلت حدا الواد وجابت له دلاحة واحدة أخرى. أقسمها الراجل ولقاها هاد المرة كيف ما تمنى. شكر مراته وضيف بها ضيفه، وكملوا الحديث وهو يقول للوزير: أراني مازال كنتسنى منك الجواب على سر هاد الشباب. قال له الشاب: السر سيدي ما هو في عشبة ولا هو في طعام، السر في مراتي. من نهار تزوجت بها ما شفت منها غير الخير والاحترام والتقدير، وما شفت مني غير كل حاجة زينة. وهكذا يا سيادي وضاح الوزير باللي سر الشباب الراجل وسعادته في الزوجة الصالحة الحنينة. يا الحباب، بات الوزير آخر ليلة عند هداك الشاب، ولا غد في الصباح شد الطريق راجع لبلادو. ومن بعد أيام وصل الوزير لقصر السلطان.
دخل عند السلطان ولقى عليه السلام، والسلطان رحب بيه بعد طول انتظار. وفي الحال سولو قال له: أمضرة، جبتي لي العشبة اللي قلتي لي عليها؟ قال له: يا مولاي، جبت لك معايا حكمة. سر الشباب ما هو لا في طعام ولا في عشبة، سر الشباب في الزوجة الصالحة، وما عليك غير تزوج بنت الناس مولاي. ايوا يا سيدي، السلطان بدا يفكر ويخمم، وما جات في باله غير هذيك المرأة صفية اللي عندها 7 البنيات يتيمات. وفي الحال امر السلطان الخدام باش يوجدوا له الحصان، ركب عليه وما وقف به حتى وصل لعند صفية للدار. وصل عندها وفتحت له الباب، وخطب منها الكبيرة من بناتها، وخبرها باللي ما يلقاش محسن منها لا في التربية ولا في الأخلاق. وداكشي اللي كان يا سادة يا كرام، تزوجها السلطان وخواتاتها بستة بيهم، زوجهم بكبار الحاشية اللي عنده في القصر، ويماهم تهلا فيها حتى هي وجابها عنده القصر هكذا باش تعيش معاهم. وتقامت الفرح وتقام عرس كبير حضر له الكبير والصغير، وعاشوا في الهنا والخير. وهنا يا سيادي أنا كتكون حجيتي سنات اللي مشات من واد لواد ومن بلاد لبلاد، وبقيت أنا مع الناس الجواد.